زي ما ظهر ابلكيشن انستا باي من حوالي 3 سنين وعمل طفره كبيره في حياتنا. النهارده في تطبيق جديد اسمه هويه، البنك المركزي بيستعد يطلقه رسميا خلال الايام اللي جايه. الفكره ببساطه بطاقتك الشخصيه هتبقى على موبايلك، يعني بدل ما تطلع بطاقتك البلاستيكيه في كل مشوار او مصلحه هتفتح التطبيق وتستخدم الكيو ار كود اللي عليه، وده بقى هيبقى وسيله رسميه لاثبات شخصيتك وانت قاعد في مكانك. والتطبيق ده هيبقى فيه كل حاجة تخصك، الرقم القومي، صورتك، حالتك الاجتماعية، مؤهلك الدراسي، بصمة وشك وبصمتك كمان الشخصية، وكمان رقم موبايلك اللي مربوط بهويتك الرقمية. يعني ببساطة كل بياناتك الرسمية هتبقى في جيبك لكن بأمان تام. تخيل بقى انك تقدر تفتح حساب بنكي او محفظة الكترونية وانت قاعد في البيت من غير حتى ما تروح فرع ولا تمضي ورق ولا حتى تقف في طوابير. هتقدر تعمل معاملات رسمية وتوقع مستندات إلكترونية وتثبت هويتك قدام شركات الاتصالات، وكل ده بقى بخطوة واحدة على الموبايل. وطبعا أول سؤال هيجي في بالك، الأمان فين؟ التطبيق ده مؤمن بتقنيات تشفير متقدمة جدا وبيستخدم الفيس اي دي أو البصمة علشان محدش يقدر ينتحل شخصيتك، وده معناه إننا أخيرا ممكن نخلص من مكالمات النصب اللي بتحاول تسرق بيانات الناس، خصوصا كبار السن اللي بيتعرضوا لمحاولات احتيال طول الوقت. وبالمناسبة فكرة الهوية الرقمية مش جديدة، في دول كتير زي الإمارات والسويد وألمانيا وأمريكا شغالين بالنظام ده من سنين، والنهارده مصر بتدخل ده بخطوة قوية تحت إشراف البنك المركزي. لكن خلينا نتكلم بصدق، في تحديات لازم نعرفها. أولا الخصوصية، لازم يكون في ضمانات قانونية صارمة تمنع استخدام بياناتك من دون إذنك. ثانيا الأمان السيبراني، أي اختراق للنظام ده هيكون خطير جدا. ثالثا بقى الفجوة الرقمية، مش كل المواطنين معاهم موبايل ذكي أو حتى يعرفوا يستخدموه، لازم يكون في حملات توعية ودعم للفئات دي. رابعا الإطار التشريعي، لازم يكون في قوانين واضحة تعترف بالتوقيع الإلكتروني وتحدد مسؤوليات كل جهة، ومن غير ده كله الثقة هتقل. مش مهم اننا بدأنا متأخر، المهم اننا جايين بخطة واضحة وتأمين قوي ونظام ممكن يغير شكل المعاملات في البلد كلها، من اول الخدمات الحكومية لحد المعاملات البنكية. في النهاية تطبيق هوية ممكن يكون خطوة ثورية فعلا، والبطاقة خلاص بتتحول لموبايلك. لو حابب تشارك وتقول رأيك، هل انت مستعد تحط بطاقتك على موبايلك؟ هل هتثق في النظام ده؟ اكتب تعليقك واعمل لايك وشارك الفيديو مع اهل بيتك. انا علاء نصار، وده كان تحليل سريع من صوت الحق. أشوفكم في الفيديوهات اللي جاية.